شكرا للزميل بدر العثمان الملعب، وشكرا للكابتن فهد المسعود. مشاهدينا عبر الرياضية السعودية في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين من هنا من الدمام، من استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور 16 الاتفاق في مواجهة أحد من أجل ملاقاة الفائز هذا المساء من المجمعة الفيصلي والهلال. لقاء الكؤوس دائما يختلف عن كل شيء، يختلف عن كل الأنظار، ليست حسابات مباراة دوري أو تعادل أو النجاة من غير ذلك. الوصول ثم الوصول إلى دور ربع نهائي، من يصل؟ الاتفاق أو أحد؟ أحد القادم من المدينة المنورة، سمي بالجبل وما زال الجبل ثابتا، كان في الموسم الماضي أحد الأسماء اللي موجودة في دوري المحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذا الموسم مع الوطني يوسف عنبر هو رابع دوري الدرجة الأولى. مواجهة لا شك ما بين مدربين وطنيين، يظهر الأول صاحب الابتسامة الرائعة من خلال الأيام الماضية وصاحب البصمة الرائعة جدا، خالد العطوي، الذي فرض إيقاعه وبصبره وبتحديه ووصل بنقاط ثمينة من أمام التعاون في المباراة الماضية. يظهر الخبير صاحب 57 سنة، مدرب الأهلي السعودي السابق والمنتخب السعودي الأولمبي، يوسف عنبر، والذي لسنوات مع النادي الأهلي الظهير الأيسر السابق، والذي شارك في سنغافورة عام 84 مع منتخبنا الوطني مع خليل الزياني آنذاك. طاقم تحكيم مجري يدير هذا اللقاء بقيادة الحكم توماس بوغنر ومساعدة بوزاز بالاس كوبر بيتر، والحكم الرابع هو السعودي سامي الجريس. الحكم الفيديو في مباراة اليوم هو فيكتور كاساي، وبالمناسبة فيكتور كاساي حكم الفيديو قد يكون هذه المباراة وغدا هي آخر مبارياته في عالم التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في لقاء الاتفاق ولقاء أحد. لقاء لا شك أنه يحمل الجدية الكاملة من الفريقين والطموح المشترك. الاتفاق مع خالد العطوي يريد بكلمة واحدة الانتصار، ثم الانتصار من أجل العامل النفسي الذي غاب عنه في مباريات ماضية. أحد ومع يوسف عنبر يريد أن يكون له اسم قادم في دوري الثمانية. ندخل أحبتنا الكرام في تشكيلة خالد العطوي. عبد الله الصالح لأول مرة، ولأول مرة أيها الاتفاقيون يغيب من؟ رايس بولحي، وكفى رايس بولحي. هذه كرة طويلة. عبد الله الصالح الحارس الذي يكون هو حارس أساسي في مباراة اليوم، أمامه سيدريك يمبيري، سعيد الربيعي، أسامة حدادي، وعلى اليمين صالح القميزي. من أمامه خط وسط الملعب علي هزازي، فيكتور كيش أو فيليب كيش اللاعب السلوفاكي، ونعيم السليتي، صالح العمري، ودوكارا، وهزاع الهزاع. هذه تشكيلة خالد العطوي في مباراة اليوم، بينما نادي أحد القادم من المدينة المنورة، واللي والله عيون اليوم يوسف عنبر أكثر تكون على الدوري، ويوم 8 يناير يكون وين؟ مع النجوم هناك في المدينة المنورة. تعال نشوف اختيارات يوسف عنبر الوطني في مباراة اليوم. عبد الرؤوف نتاش الحارس الجزائري، محمد الغامدي، وحسام السديري التونسي، نايف كريري، عبد العزيز العلاولي. هذا رباعي خط الدفاع في نادي أحد. من أمامه الأردني واللاعب الكبير والمخضرم بهاء عبد الرحمن، يحيى القرني، وريان صديق، طارق العجمي، فهد حمد اللاعب الشبابي السابق ولاعب التعاون السابق، ومن أمامه محمد المطوع لاعب الخليج السابق. صوت الجماهير الاتفاقية وإن كانت قليلة في مباراة اليوم، لكن نأمل إن شاء الله أن نستمتع بلقاء في هذا المساء في آخر الأيام من دوري ال16. غدا سيكون لقاء وحيد يجمع العدالة بالشعلة. على اليمين العدالة، وين العدالة؟ العدالة بكرة راح يلعب إن شاء الله. على اليمين ربيعي إلى خارج أرضية الملعب، وسط مشاركة من محمد المطوع اللي يظهر من أمامك. هذا محمد المطوع اللي كان لاعب الخليج السابق.
وغادر حسين الشيخ اللي كان على فكرة يلعب مع أحد، الآن راح إعارة وين؟ إلى القادسية هذا الموسم، إلى القادسية. في فترة الشتاء ذهب إلى نادي القادسية. ركلة زاوية لنادي أحد الذي حقق انتصار على الطائي في الدقائق الأخيرة في المباراة الأخيرة. ركلة الزاوية لأحد، طالع عبد الله صالح، طالع من مرمى، محاولة تسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله صالح خرج من مرمى، أبعد الكرة لكن لم تكن بالإبعاد المثالي. التسديدة من ريان صديق اللي يظهر من أمامك، أول كرة لأحد، هذه كرة عالية لعبت، طالع عبد الله صالح، ما في تفاهم بينه وبين اللاعب الدفاع اللي من أمامه. شوف الربيعي اللي كان من أمامه، والتسديدة من ريان صديق اللي عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. الاتفاق صاحب بطولتين، بطولة كأس الملك حقق فيها بطولتين. اللعبت نايف من أمامه، هزاع تقدم، كرة اتفاقية، محاولة وتغطية دفاعية عدت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة زاوية. الغامدي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وهذا الجزائري عبد الرؤوف نتاش اللي ظاهر من أمامك، وركلة زاوية اتفاقية. الاتفاق في المباريات الماضية حقيقة قدم مستويات لافتة وقدم من خلالها نتائج رائعة جدا. نعيم السريتي التونسي تنفيذ ركلة الزاوية للاتفاق. الاتفاق يعني يبي يمحو حتى المفاجآت مثل هذه المباريات، يبي يضغط. دوكارا يرد كورته بالخلف، الربيعي يتقدم، كرة اتفاقية، خذوا هات، عادت مرة ثانية المحاولة اتفاقية، هزاع بلمسة، نقلة على اليسار، تقدم على الكرة، محاولة داخل منطقة الجزاء، عرضية ناتاش خلصها، عدت، لا زالت خطيرة وعدت اتفاقية. الاتفاق يضغط، الاتفاق يريد أن يسجل هدف مبكر. لعبت عالية تخلصت من المدافع، يضغط الاتفاق. الهجمات المرتدة على اليسار، العلاولي حاول يتقدم، اخذ كرة، هذا ريان صديق لعب الكرة الطويلة البعيدة، عدت الى خارج ارضية الملعب. الاتفاق في دور 64 فاز على التقدم 6 اهداف، وعلى هذا الملعب في دور 32 فاز على الطائي 2 مقابل هدف 1. هذه الإعادة الكرة الأخيرة اللي متقدم فيليب كيش، وربيعي المدافع أيضا اللي متقدم في اللقطة الأخيرة. حكم المباراة يبدو أن هناك في لمسة يد. راح يروح إلى تقنية الفار. يبدو أن ركلة جزاء مبكرة فيها لمسة يد، والحكم توماس بوغنر الحكم المجري يروح. شوف مع أول كورة، مع أول حديث مع فيكتور كاساي الموجود على تقنية الفيديو غرفة الفار، قال له أن في لمسة يد. ارجع يا توماس وانت شاهدها بنفسك. لمسة اليد، وضع اليد ليست طبيعية أبدا، وهذه لمسة اليد. نايف كريري كانت اللمسة اليد. شوف هذه اللقطة، توماس بوغنر يعني حتى فهد المسعود مع بدر العثمان قال يعني لن يلاقي الاتفاق وسط النشوة، وسط التركيز، وسط الرغبة الاتفاقية وفرق الإمكانيات. هكذا كان الحديث. لكن هذه مباريات كؤوس لا تخضع إلى بعض المقاييس أحيانا، وشاهدنا بعض الفرق. هذه الكرة هي الكرة الأولى، رجع لها في لمستين، لمسة يد. الكرة اللي وصلت من الأساس كانت في لمسة يد. هل إذا كان اعتبر الكرة فراح يلغي الكرة الثانية؟ الكرة الأولى كانت لمسة يد على صالح العمري، ولمسة اليد الثانية على كريري لاعب الاتفاق وأحد، وبالتالي توماس بوغنر هذه اللمسة الأخيرة وهذه لمسة اليد. حكم المباراة توماس بوغنر ياخذ وقته، ياخذ شوي من التركيز،
لأن في لقطتين يعني على بعضهم راح يرجع توماس بوغنر حسب الوقت الآن، وراح وأشار إلى ماذا؟ إلى ركلة جزاء. ركلة جزاء احتسبها، ركلة جزاء، ركلة جزاء للاتفاق في أول 7 دقائق. أول 7 دقائق خلاص أخذ القرار واحتسب ركلة جزاء للاتفاق وأشار إلى، وبعد ذلك نعم لمسة اليد موجودة. نعم لمسة اليد موجودة. هذا اللي عدت من كريري، وبعد ذلك اصطدت في يحيى القرني. يحيى القرني ركلة الجزاء، وقت مبكر. فيليب كيش اللاعب السلوفاكي مسجل 3 أهداف وكراته ثابتة، والآن ركلة جزاء. توماس بوغنر الحكم المجري في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء. عبد الرؤوف نتاش الحارس الجزائري ترقب ركلة الجزاء. فيليب كيش نتاش فيليب كيش. نعم هدف أول للاتفاق، هدف أول للاتفاق بكل ثقة وضعها فيليب كيش اللاعب السلوفاكي. يتقدم الاتفاق مع دقيقة 8. سجدة شكر كالعادة من خالد العطوي مع أي حالة له أو عليه. هكذا تعودنا من خالد العطوي. ركلة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمى، راح نتاج في زاوية. فيليب كيش بقوة لعبها على الزاوية اليمنى. أعلن للاتفاق الهدف الأول. الاتفاق يقترب. نعم ولا زلنا في البداية. هذه اللمسة، شوف هزاع، انطلق هزاع. الاتفاق اللي تغير فيه شيء واحد، العامل النفسي. كان اجتماع الاستاذ خالد الدبل، الاستاذ حاتم المسحل، الإدارة الاتفاقية. ردها بالخلف صعبة، لكن استلمها عبد الله صالح بهدوء بصدره، لعب الكرة وعدت إلى خارج أرضية الملعب. مثل هالكرات قد تحرج حراس المرمى بعودتها بهذه الطريقة، لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. أسامة حداد التونسي أيضا من الأوراق اللي غادرت معاه. هشام الصيفي التونسي الذي غادر صفوف نادي أحد. يامبيري، صالح القميزي يتقدم. الاتفاق ياخذ كرة، بوكارا على اليمين. سليمان حاول يمر، احتفظ بكورته. صالح القميزي، دوكارا بلمسه جميله جدا، اخذ مساحه. تقدم الاتفاق، يلعب الكره العرضيه. السليتي في الانتظار، الاستقبال ما كان سليم لكنه حافظ على كورته. حاول يتقدم، مر من الاول، عرض الكره، لا زالت داخل ارضيه الملعب، لكنها طالت من سليمان. دوكارا. يامبيري ياخذ كورته، سيطره اتفاقيه، تقدم اتفاقي. هذه كره للامام طويلة، محاولة، لكن التغطية الدفاعية من حسام السديري. يلعب الكرة العرضية الاتفاقية، لكن عدت على اليمين. نايف ابعدها. طارق يتقدم بكرة على اليمين. طارق يلعب الكرة للأمام، سريعة وطويلة، حاول يحصلها المطوع، سيطر عليها، لكن عدت كورته إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. شوف ربيعي كيف رد الكرة. كان متقدم عبد الله صالح لكن رد، وهذه الكرة العرضية اللي لعبها صالح العمري واللي عدت من أمام نعيم السليتي. رمية تماس. نذكر السادة المشاهدين بهذا الدور اللي جرت مباريات الماضية. الفتح استطاع أن يقصي الاتحاد من هذا الدور، والأهلي استطاع أن يقصي الفيحة من هذا الدور، والوحدة بركلات الترجيح استطاع أن يقصي الرائد في مباراة الأمس، وأبهى أبعد البطل السابق التعاون
والنصر فاز بالأربعة وأقصى ضمك من هذه البطولة. وغدا إن شاء الله العدالة والشعلة. ونذكر السادة المشاهدين بعد هذه المباراة إن شاء الله الفيصلي والهلال. اللعبة استلام بالصدر، طويلة على فهد حمد، الربيعي في الاستلام. نادي أحد النادي الذي تأسس عام 1936 ورئيسه هو حمود العوفي، والمدرب الوطني هو يوسف عنبر. حزازي يتقدم للاتفاق، ياخذ كرته ويتقدم. الربيعي اكيد مع عودة الربيعي، عودة فيليب كيش، عودة كل الاسماء، حتى الخيبري موجود في البدلاء من الاسماء اللي موجودة. ايضا الكويكبي من الاسماء البديلة الموجودة في مباراة اليوم. سيدريك يامبيري يلعب كرة لكنها بالخطأ. فهد حمد يلعب كرته. ريان صديق حاول فيها على اليمين، ريان يتقدم، ريان امام فهد حمد، غير الاتجاه، لعب كرة الى بهاء عبد الرحمن. نتذكر بهاء عبد الرحمن صاحب ال 32 سنة، اللاعب الاردني، لاعب النادي الاهلي والذي لعب لنجران ولعب للتعاون. نتذكر لاعب الوسط واللاعب الذي لعب سابقا للمنتخب الاردني بهاء عبد الرحمن. سيدريك يتقدم بالكرة، حزازي في النص، سليمان بالخلف، يتقدم الربيعي. حزازي عند كرة، ينظر الآن ويغير الاتجاه. جميلة على اليمين، استلام من القميزي، لعب كرته إلى فيليب كيش. مهم جدا وجوده في خارطة الاتفاق فيليب كيش. نعم غيبته الإصابة، لكنه لاعب مهم جدا في خارطة خالد العطوي المدرب الوطني. سليمان دوكارا يرجع بكرته بالخلف. سيدريك يامبيري يتراجع لاعب فريق أحد. يعني أكيد يوسف عنبر لا يحبذ أن يكون هناك هدف ثاني يقضي على كل الآمال. يلعب الكرة طويلة وعالية، لعبت بالرأس عالية، عدت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى. أحد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على الساحل 1-0 وبعد فوزه على الأخدود 2-1 في دور 32. تأهل إلى دور 16 من هذه البطولة. أحد على فكرة عنده وصول وأفضل إنجازاته كان وين؟ كان نادي أحد كان عام 1980 لما أقصى الأهلي من البطولة ووصل إلى نصف نهائي البطولة وخسر من الهلال 2-1. هذا كان في هذه البطولة هي أهم إنجازات نادي أحد في هذه البطولة. ب83 تقابل مع الاتفاق في المدينة المنورة وخسر. هذا يوسف عنبر ووصل إلى ربع نهائي البطولة عام 89 وخسر من القادسية. هذا كل وصول نادي أحد في هذه البطولة. بالخلف الغامدي يحاول فيها ريان، عدت إلى خارج أرض رمية تماس. يترك الكرة عبد العزيز العلاوي، الظهير الأيسر عبد العزيز العلاوي يلعب كرة إلى فهد حمد بتمريرة مرة ثانية من القرني، حاول فيها فهد حمد، حاول يراوغ من أمام القميزي، عدت كرة إلى خارج أرضية الملعب. يوسف عنبر أنت رابع الدوري الآن في دوري الدرجة الأولى، في الدوري الذي يتقدم من خلال العين ويتقدم من خلال القادسية ويتقدم أحد الآن بكرة جميلة. ريان صديق يحاول يراوغ، ضغط ريان، حاول مع القويزي، سيطر على كرته، لا زال محاولة من ريان على اليسار. العلاولي يلعب الكرة وعدت كرته إلى خارج أرضية الملعب. دوري الدرجة الأولى الذي يتقدم من خلال العين، يتقدم القادسية، يتقدم الباطن، ثم يأتي بعد ذلك نادي أحد. عنده مباريات قادمة مع النجوم، مباراة مهمة يوم 8 يناير مهمة جدا. الاتفاق عنده في الجولة رقم 14 سيقابل من خلالها ضمك هناك في ملعب المحالة في أبها. حزازي إلى خارج أرضية الملعب.
رمية تماس، أسامة حدادي بالخلف، فيليب كيش، العمري حاول يراوغ، حاول يلف على اليسار، أسامة حدادي يتقدم، يلعب الكرة العرضية وتقدم. يعني استعجل فيها شوية أسامة لأن لسه اللاعبين فريق الاتفاق لسه ما تقدموا للأمام. عدت بالخلف، استلام نايف كريري، رجع بكرته بالخلف. على فكرة لاعب صغير نايف كريري، هو معار من نادي الهلال لنادي أحد هذا الموسم. فهد سيطر على كورته، حاول يمر، صفارة وخطأ. خطأ خطأ لمصلحة فريق أحد. هذه الجماهير الاتفاقية نعم تحضر، لكن برضو قليلة حضورها قليل. العلاولي حاول يمر، عدت كورته إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. فيليب كيش يغير الاتجاه، الربيعي على اليسار، سليمان دوكارا. نعم فرق الإمكانيات موجود للاتفاق، فرق التجربة، فرق الخبرة، فرق الأسماء المحترفين. يعني اليوم لا يلعب إلا بالجزائري فريق أحد، ويلعب بهاء عبد الرحمن، هي من الأسماء اللي موجودة فقط مع حسام السديري. يلعب كرة في النص، يتقدم الاتفاق، سيدريك يامبيري ياخذ كورته ويتقدم، سيدريك من الأول. العمري ياخذ كورة ما بين ثلاثة، ضغطوا عليه، تخلصت الكرة من أمامه، الكرة الطويلة حاول فيها المطوع، يتابع محمد المطوع. برافو سيدريك يامبيري بكل ثقة عالية، يقدم مستويات كبيرة جدا مع الاتفاق. سيدريك يامبيري سليمان، سيدريك، هزازي، صالح العمري بتمريره، هزازي علي يلعب الكرة الطويلة بعيدة، أقرب إلى عبد الرؤوف نتاش حارس. الجبل الأحدي الهم الأول لديه أن يعود بين مصاف الكبار. هذا هو التفكير الأول، هذا هو التفكير الأول بالنسبة لأحد هذا الموسم. ربيعي لعب كرة استلام لكن خطأ. يحيى القرني يلعب كرة خذ وهات لكن عدت من أمامه، عدت إلى عبد الله صالح. فيليب كيش، سيدريك يامبيري. طبعا يغيب اليوم الحارس رايس مبولحي ضرب أروع معاني الحب والوفاء والولاء لهذا النادي، لنادي الاتفاق. يعني البعض يعلم والبعض قد لا يعلم. يعني رايس مبولحي كان لعب مباراة التعاون في ظروف صعبة جدا كانت عائلية، وكانت أحد أقاربه أو إحدى أقاربه كانت في حالة صعبة للغاية، وهي مربيته عمته التي كانت تعاني ولا زالت تعاني، لكنه فضل أن يلعب تلك المباراة ثم غادر بعدها ليكون هذه المباراة عبد الله صالح هو الموجود. ضرب والله رايس مبولحي في أرضية الملعب الحب والتقدير والوفاء للنادي الاتفاق، وهو النادي الذي يستحق الحقيقة بإدارة الرئيس خالد الدبل والنائبة حاتم المسعد. فيليب ياخذ كورته، محاولة وصفارة وخطأ، وحكم المباراة البطاقة الصفراء على فيليب كيش. هذا خالد العطوي في كل مكان، ترى الكاميرا تراقبه تتابعه، يعني عنده الجدية الكاملة مهما كانت المباراة. عنده هذا التدخل الأخير، هذه البطاقة الصفراء المستحقة على فيليب كيش. نعم استخدم معاه على القرني اللي عنده بطاقة صفراء على لمسة اليد. الآن البطاقة الصفراء عند فيليب كيش. مرت سهلة، يحاول الاتفاق
الاتفاق أفضل في شوط المباراة الأول، يتقدم بلمسة جميلة، محاولة أحدية على اليمين، محاولة من فهد حمد ينقل الكرة، طارق يتقدم، يحاول بهاء بالخلف على اليمين، محاولة يتقدم من خلال طارق بلمسة جميلة، محاولة فهد حمد لكن عدت من أمامه إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هذا نايف كريري يلعب رمية تماس، عادت مرة ثانية إلى نايف كريري، يلعب ملعوبة للأمام، طالع عبد الله صالح، طالع عبد الله الصالح حارس المرمى، الحارس الذي بدأ في نادي العدالة. سيدري كمبيري يتقدم، صالح القميزي بنقله، لمسه للعمري، العمري بالخلف يتقدم الى فيليب كيش، فيليب كيش يبحث عن الكرات الطويله، نعم لعب للسليتي اللي موجود في المكان اللي يحبه نعيم السليتي واللي قدم مباراه اكثر من رائعه من امام التعاون على هذا الملعب. يتقدم هزازي، فقد الكره، ايضا احد فقد الكره بسهوله، فيليب كيش، سليمان دوكارا للامام، السليتي ياخذ كرة على اليسار، يتقدم يلعب الكرة لكنها طويلة أطول من اللازم، حصلها القميزي، صالح القميزي أمام العلاولي، رد بكرته بالخلف، محاولة داخل منطقة الجزاء للأمام لكنها طويلة، عدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الاتفاق على فكرة حصل على البطولة عام 68 وحصل عليها عام 85 وعام 88 كان الاتفاق وصيف. الموسم الماضي خرج ب 3-2 من أمام الهلال في ربع نهائي هذه البطولة. ممكن يقابل الهلال، ممكن يقابل الفيصلي، ممكن أحد يقابل أحد الفريقين. لا زالت الكرة في أرضية الملعب، لا زلنا في 90 وأكثر من ذلك. عدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا محمد المطوع، عنده 5 أهداف. فيليب كيش يتقدم، يرجع كورته بالخلف، رباعي الاتفاق من خلال 25 دقيقة بعد تسجيل الهدف يقول لك خليني يعني أهدأ شوية، تفكيري أن أكون أنهي هذه المباراة بأقل مجهود. القميزي تقدم، العلاولي أمامه يلعب كورة لكنها سهلة، وصلت إلى حارس المرمى. يبحث عن المطوع الوحيد بدون أي مساندة، حاول من أمام الربيعي، يرجع محمد مطوع أمام الربيعي وخطأ، كسب خطأ من خلالها، كسب خطأ من خلالها. هذا التدخل الأخير والخطأ اللي احتسبه حكم المباراة. أحد اللي لعب في الدوري، خلينا نكمل نشوف بعد ذلك، نشوف أحد اللي عنده 7 انتصارات في الدوري. هذه كرة ملعوبة للأمام، ينبيري أبعدها، تابعها بعيدة على ريان صديق، عدت إلى خارج أرضية الملعب. 7 مباريات كان عنده انتصار، 7 مباريات تعادل، كسب من خلالها 28 نقطة. سديري لعب كرة للأمام، كريري تقدم إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية تماس. أسامة حدادي. تستمر الأفراح الاتفاقية حتى هذه اللحظة. عانى في دور 32 من أمام الطائي اللي كان متقدم عليه حتى آخر 7 دقائق. عاد الاتفاق وسجل هدفين
وتأهل إلى هذا الدور. سيدريك السليتي يلعب كرته بالخلف، الربيعي على اليمين، القميزي طويله يلعب كرته للامام، العلاولي تغطيه، برافو العلاولي تغطيه عليه، عدت لكن خاطئه. سليمان دكارة يبحث عن لاعب كره للامام، اصطدت ورجعت مره ثانيه لعبد العزيز العلاولي. ما في احد من لاعبي فريق احد حمزه ادريس، احد حمزه صالح، احد الفوده، احد الاسماء الكبيره جدا، احد العراقه، وخاصه لما تتكلم عن كره السله فتقول احد وكفى. القميزي، هزازي، كيش على اليسار، السليتي ياخذ كره ويتقدم، اسامه حدادي على اليسار، اسامه يرجع بكرته لفيليب كيش المفكر الاتفاقي، يلعب كره الى هزازي، هزازي يحاول يراوغ، يلعب كرته بالخلف مره ثانيه، هزازي يتقدم، تمريره فيليب كيش، نقلات اتفاقيه، يلعب بكل هدوء الاتفاق، يسيطر على المباراة، يلعب الكرة إلى القميزي، سيطر عليه القميزي، يبحث عن العرضية، نعم بحث عن العرضية، السليتي حاول فيها والتغطية الدفاعية، رجعت مرة ثانية. شوف فريق أحد يفقد الكرة بسهولة، محاولة المرور لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. أسامة حدادي حاول يعدي إلى خارج أرضية الملعب. تغطية عليه من نايف كريري وإلى ركلة زاوية اتفاقية، أفضلية اتفاقية حتى هذا الوقت. السليتي يلعب الكرة العالية، تخلصت بالراس، المحاولة الاتفاقية، صالح العمري يلعب إلى فيليب كيش، يلعب الكرة العرضية سهلة إلى يد حارس المرمى. هذه الهجمة المرتدة الآن لفريق أحد، يتقدم من خلالها ريان، يحاول يمر، ريان يتقدم يبحث عن لاعب، ريان صديق دخل في العمق، توغل الآن، دخل من الأول، مر من الثاني، جميلة جدا على اليمين، المحاولة العجمي حاول فيها، حاول يمر من الأول، عدى بكرته بالخلف، ما زالت حاول يمر لكنها أطول من اللازم، بعيدة، حاول فيها بهاء عبد الرحمن وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يوسف عنبر لا زال التفكير طويل في هذه المباراة ولا زال التفكير أطول في الدوري، دوري درجة الأولى، الدوري الغامض جدا اللي لا يمكن تتنبأ بأي نتيجة، سواء المتصدر أو حتى اللي موجود في المراكز المؤخرة، حتى فواصل النقاط متقاربة جدا في دوري الدرجة الأولى. نصف ساعة وأكثر وما زال الاتفاق يتقدم بقدم فيليب كيش من نقطة الجزاء. الربيعي سيدريك يتقدم، ضغط عليه بشكل رائع جدا المطوع، لكن تقدم الآن بنقلة العمري، لمسة جميلة من العمري، تغيير الاتجاه، نايف كريري في مكان سليم، يلعب الكرة الطويلة، البحث عن الكرات الطويلة، أسامة حدادي في الاستلام، أسامة في الاستلام، تقدم، جميلة من السليتي، أسامة على اليمين، السليتي من أمامه، يلعب الكرة، خذوهات، جميلة سليمان، تسديدة قوية لكنها ارتدت في المدافع، سليم إن شاء الله المدافع، اصطدت الكرة في المدافع، ألف سلامة إن شاء الله. سجل هذه البطولة واللي بدأ نادي الوحدة، نادي الوحدة اللي تأهل بالأمس وسيلاقي الأهلي، يعني خلاص تحددت المباريات القادمة إن شاء الله
يكون الوحدة يستضيف الأهلي، وأبها يستضيف الفتح، والنصر بالانتظار على مباراة الغد ما بين الشعلة العدالة والشعلة. وهذا مخرج المباراة يذكر بالهدف الوحيد في شوط المباراة الأول من نقطة الجزاء. والفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة الفيصلي والهلال. جماهير الاتفاق تحتفل بهذا الهدف وفرحة هذا الهدف. طبعا المباراة ستكون على أرض المجمعة أو الرياض. الفائز من مباراة الفيصلي والهلال ستكون المباراة على أرض. وهذا خالد العطوي بعد تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة حتى الآن. سعيد ربيعي، فيليب ربيعي مرة ثانية، سليمان بالكعب، لكن أقرب إلى نايف كريري، يتقدم ويلعب الكرة الطويلة. عادة اتفاقية، سيطرة اتفاقية. نعم المباراة ليست مثيرة بما يعني بالشكل اللي ممكن يشاهد المتابع، لكن الاتفاق يقول أنا عندي مكاسب في هذه المباراة. هذه كرة عرضية، محاولة من السليتي، يلعب الكرة للأمام، تغطية دفاعية من حسام السديري، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. هذا محمد الغامدي اللي ظاهر أمامك. فيليب، سيدريك بالخلف، الربيعي، سيدريك يمبيري. شايفين الاتفاق يلعب الكرات القصيرة ثم ينطلق من خلاف القميزي. محاولة جول ثاني. نعم جول ثاني للاتفاق. نعم كورة جميلة فيها التسلسل الرائع والجميل، من خلالها القميزي توغل داخل منطقة الجزاء والسليتي يسجل الجول الثاني. هدف ثاني للاتفاق. فكرتها جميلة، لعبتها جميلة، لاقت التحية من المدرب خالد العطوي على النقلات وعلى التمريرات وعلى الهدوء. الكرة بدأت من الخلف من سيدرك على ربيعي. سيدرك لعب الكرة للقميزي، شوف سيدرك نقل الكرة بشكل رائع، تحرك أكثر من رائع لصالح القميزي، لعب الكرة بالخلف، لاقت السليتي، يظهر مرة أخرى نعيم السليتي التونسي، أحرز الكرة ولعب الكرة بشكل قوي ومرت ما بين قدمي الجزائري عبد الرؤوف نتاش. شوف هذه الكرة اللي صنعها ولعبها بفكر عالي جدا ولعبها بكل سهولة نعيم السليتي، مرت ما بين القدمين. وهدف ثاني للاتفاق، هدف ثاني للاتفاق، وهذه فرحة نعيم السليتي. وهذه الفرحة الاتفاقية الآن، اثنين الاتفاق. الحالة للأمانة اللي الآن كان اجتماعات وكان حوار وكان تعاهد ما بين اللاعبين، بين خالد الدبل وما بين خالد العطوي وإدارة الاتفاق، على أنهم خلاص يقبلون التحدي ويقبلون أنهم ويراهنون على الاتفاق على أن يعود مرة أخرى بعد السلسلة من النتائج اللي وضعت الاتفاق في المركز 13. والآن بعد فوز في مباراة التعاون أصبح الاتفاق ب 16 نقطة في المركز العاشر مع الفيحة اللي عنده نفس الرصيد 16 نقطة. الدوري السعودي المحترفين اللي يتصدر النصر حتى هذه اللحظة ب 29 نقطة. الهلال اللي عنده مؤجلات واصل إلى 24 نقطة ثاني مع فريق الوحدة. هذه كرة للأمام، طارق يحاول يتقدم، محاولة تسديدة لكنها سهلة، وصلت إلى حارس المرمى عبد الله الصالح. محمد المطوع المهاجم سدد كرة لفريق أحد. الكرة الجميلة الاتفاقية، التسلسل الجميل، الهدوء في نقل الكرة، هذه الطريقة اللي دائما يعتمدها خالد العطوي، التسلسل من الخلف ثم تحرك الأطراف. يعني عنده مثل صالح القميزي من الأطراف الرائعة اللي تتحرك، السليتي اللي يلعب الأدوار من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، هزاع، القناص الاتفاقيين بصراحة. لا تنقطع أبدا
هزاع الهزاع سجل هدف ثمين في مباراة التعاون الماضية، وقدم واحدة من المباريات الرائعة جدا اللي قدمها هزاع الهزاع. خطأ 38 دقيقة أحبتنا الكرام، دور 16. هذا الخطأ على محمد المطوع، والبطاقة الصفراء على محمد المطوع. هذا المهاجم محمد المطوع تلقى البطاقة الصفراء. توماس بوغنر الحكم المجري في مباراة اليوم. مثل ما قلنا فيكتور كاساي قد تكون غدا هي آخر مبارياته، خلاص سيغادر التحكيم، وصل إلى العمر المحدد. هزاع يلقي الكرة بالخلف، القميزي لهزاع يلعب الكرة الجميلة للأمام، تغطية فيليب كيش، رجعت بنقلة جميلة جدا، حاول فيها العلاولي. العلاوي علي هزازي، المطوع ضغط عليه بشكل رائع، محاولة للأمام، يتقدم ريان، يتقدم الآن لأحد، محاولة تمريرة جميلة، محاولة للمطوع، غير الاتجاه، تسديدة، لكن ضغط بشكل رائع جدا سليمان دوكار، ضغط بشكل رائع جدا، محاولة للأمام، هجمة مرتدة اتفاقية، معها الكثافة لكن معها التسرع أكثر من اللازم، لعبها للأمام القميزي ووصلت إلى حارس المرمى عبد الرؤوف نتاش. هذا هو الحارس الجزائري، حارس شبيبة القبائل الجزائري. رمية تماس لنادي أحد. كان مدرب عنده وطني آخر في الموسم الماضي، نتذكر عبد الوهاب الحربي أحد المدربين الوطنيين، ويوسف عنبر اليوم في مواجهة أيضا مع خالد العطوي. في فترة واحدة تحصل المدربان على شهادة البرو الموسم الماضي. حاول فيها يحيى القرني، من أمامه سليمان دوكارا، يلف ويدور سليمان، رجع بالخلف القميزي، فيليب سيدريك. بدأ خلاص التناغم، بدأ التفاهم في المباريات الماضية مع الاتفاق، بدأ يكون الانسجام أكثر للاعبي فريق الاتفاق. صالح، أسامة يتقدم، يحاول مرور من الأول، مر من الأول أمام صالح العمري اللي يطالب بركلة جزاء، والحكم المجري يقول لا شيء في اللقطة الماضية. يبدأ الآن بهاء عبد الرحمن، يلعب الكرة على اليمين، يتقدم نايف هناك على اليمين، يتقدم الظهير، يرجع مرة ثانية في الوسط إلى الخلف إلى القرني، يحيى القرني، فهد حمد، نقلات لأحد، محمد المطوع يرجع بالخلف. لا زال الحديث في غرفة الفار على اللقطة الماضية، عاد مرة ثانية عبد العزيز العلاوي يحاول فيها، المطوع، محمد يحاول، العلاوي عدت إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس، يقول لا شيء لا شيء. يتكلم مع صالح العمري، صالح العمري كان يطالب بركلة جزاء والحكم يقول لا شيء. هذه اللقطة أمامك، هذه اللقطة أمامك، والقرار يبقى لحكم المباراة المجري. فهد حاول يمر، فهد حمد، ريان، فهد حمد، رجع كورته بالخلف من أمام فيليب كيش، يرجع بكورته مرة ثانية إلى محمد الغامدي، الغامدي يلعبها إلى حسام السديري، يتقدم الآن بهاء القرني،
رد بكرته مرة ثانية إلى حارس المرمى الجزائري عبد الرؤوف نتاش. نتاش لعب الكرة الطويلة أقرب إلى حارس المرمى عبد الله صالح. لم نشاهد الخطورة على مرمى عبد الله صالح، بينما الاتفاق في شوط المباراة الأول يلعب بهدوء، يلعب بأريحية كبيرة جدا. تقدم بهدفين من نقطة الجزاء فيليب كيش، وبعد ذلك السليتي بكرة كانت وتناقل أكثر من رائع للاتفاقيين. نقطتين في الاتفاق بدأت الانسجام وتكامل اللاعبين بعد عودة اللاعبين المصابين فيليب كيش، مع عودة أيضا فواز الطريس الآن اللي موجود اللي كان مع منتخبنا الأولمبي. هذه كرة على اليسار، استلام حدادي، رد بكرته بالخلف، هزازي، فيليب كيش، تدخل عليه، سيدريك يتقدم، سيدريك يلعب الكرة، اصطدت في فهد حمد وعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. شوف مخرج المباراة يعيد اللقطة وحكم المباراة يقول لا شيء. من هذه الزاوية نتابع والقرار يبقى للحكم المجري. هذا صالح العمري المطالب بركلة الجزاء. اللعبت عالية، عدت من أمام سيدريك يامبيري سجل هدف في الشباب في الدوري عندما تقدم وسجل وأحرز الهدف في المباراة اللي خسرها الاتفاق على ملعب نادي الشباب 2 مقابل هدف. نتاش يلعب الكرة الطويلة على اليمين، استلام لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا نايف كريري المتقدم، الظهير أسامة، فيليب، عدت من السليتي ووصلت سهلة إلى حارس المرمى. خلاص شوط المباراة الأول أحبة الكرام ينتهي و3 دقائق وقت بدل ضايع. كرة طويلة سريعة بعيدة، حاول يحصلها، رجعت إلى عبد الله صالح، حصلها عبد الله صالح، لعبها على اليسار. الاتفاق حتى هذه الدقيقة يسير بالمباراة. اللعبة الطويلة، شوف القميزي مرة ثانية لكن مرة طالع حارس المرمى، طالع عبد الرؤوف نتاش، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تقدم القميزي في أكثر من كرة بشكل رائع. هزازي ياخذ كرة ويتقدم، أسامة حدادي يتقدم، سليمان دوكارا بالخلف، سيدريك يامبيري على اليمين لهزازي، هزازي ينقل الكرة في النص، يتقدم واستلام، يتقدم الآن صالح العمري، يرجع بالخلف إلى سيدريك يامبيري، استلام ونقلات بنفس الطريقة اللي يلعب فيها الاتفاق في كل مرة. يبدأ بالهدوء، نقل الكرة، الاحتفاظ بالكرة، حرمان المنافس من الكرة، وبعد ذلك ينقل الكرات على الأطراف. هكذا أقرأ مما يفعله في التدريبات المدرب الوطني خالد العطوي. هذه النقلات، شوف التمريرات، يسحب عدد من لاعبي فريق أحد، ينقل، يحتفظ، أو حتى ينهي شوط المباراة الأول بهذه الطريقة. سليمان، سيدريك، ربيعي على اليسار أمام أسامة حداني، يتقدم، يلعب الكرة للأمام، هزاع، الطريقة الحديثة اللي يستخدمها خالد العطوي. في تبادل المراكز، في تغيير الاتجاه في أكثر من مرة، في الاحتفاظ والتدرج بعد ذلك بالكرة للأمام. هذا اللي قاعد يفعله خالد العطوي. ركلة الزاوية، لعبها السليتي بالخلف، محاولة لتسديد، تسديدة لكن اصطدت بالمدافع.
صالح العمري مرة ثانية في الاستلام، لا زالت اتفاقية في الاستلام معاه السليتي، سيطر عليها لكن نايف. كريري في الاستلام حاول فيها، العجمي لعب كورة، بهاء، ريان صديق في الاستلام، ريان من امام عبد العزيز، عبد العزيز العلاوي، عبد العزيز ياخذ كرة ويبحث عن لاعب، رجع الى فهد حمد، القرني في وسط الملعب، يحيى يحاول يراوغ، يلعب لعبد العزيز العلاوي، العلاوي يتقدم امام فهد حمد، لكن قراءة سليمة جدا من الربيعي. ومعها احبة الكرام اعلن حكم المباراة توماس بوغنر الحكم المجري نهاية شوط المباراة الأول. الاتفاق مستوى ونتيجة وبكل أريحية تامة يتقدم على نادي أحد بهدفين مقابل لا شيء. أحبتنا الكرام، بعد ذلك الكلمة للزميل العزيز بدر العثمان والكابتن فهد المسعود. لا، بنفس الأسماء يدخل يوسف عنبر، وبنفس الأسماء يدخل خالد العطوي في شوط المباراة الثاني. توماس بوغنر بانتظار صافرة هذا المجري الذي يقود هذا اللقاء. شوط أول اتفاقي أحبتنا الكرام، جملة وتفصيل بكل ما أوتي من قوة. هذه كرة ملعوبة للأمام من طارق العجمي اللي على اليمين، لمسة محاولة فهد حمد. شوط المباراة الثاني، هل يتغير الحال بالنسبة لأحد؟ هل يتقدم؟ هل يبادر بالهجوم؟ القرني عنده كرة على اليسار، نايف كريري في الاستلام، أشاد حتى الزميل فهد المسعود بما قدم نايف كريري، اللاعب الذي بدأ مع الهلال والمعار من الهلال هذا الموسم وهو لاعب صغير. هذه كرة على اليمين، العلاوي لكنها طالت من أمامه، عدت إلى خارج أرضية الملعب. لا شك أنها عامل محفز هذه البطولة للاتفاق، وبما يقدم الاتفاق في الحقيقة من مستويات جميلة مع خالد العطوي، خاصة في المباريات الأخيرة. نعم، كان عدم الرضا في البداية من الجماهير من الإعلاميين على النتائج، بالرغم أنهم كانوا راضين على أقل تقدير من مستوى يقدمه فريق الاتفاق في الكثير من المباريات. كرة للأمام، استلام من محمد الغامدي، القرني بالكعب من بهاء عبد الرحمن، مرة ثانية نايف كريري يلعب الكرة الطويلة من المطوع في الاستلام، راية وتسلل، راية وتسلل على محمد المطوع. يبدأ الاتفاق مع الربيعي، فيليب كيش، سليمان دوكارة بالخلف من علي هزازي على اليمين. المحاولة من يقابل من الفريقين الأقرب حتى الآن، والواقع يقول أن الاتفاق هو الأقرب، لكن علمتنا كرة القدم وعودتنا على الانتظار. قد يكون هناك ردة فعل موجودة من يوسف عنبر ولاعب فريق أحد. محاولة من أسامة السليتي بالخلف، نعيم حدادي إلى السليتي، يلعب كرة إلى الربيعي، الربيعي على اليمين، سيدريك يمبيري يتقدم، ياخذ كرة ويتقدم، يبحث عن لاعب في تمريرة بالنص، صالح العمري. شايفين تبادل الأدوار، يعني ليست لا مركزية، لا مركزية لكن بما يقرره بتحركات تكنيكية عالية يمتلكها لاعب فريق الاتفاق، وبأدوار يطلبها خالد العطوي من اللاعبين. يلعب كرة، يعني لو لاعب مثلا تحت المراقبة ليس من السهل مع تبادل الأدوار ولعب الأدوار اللي يقوم فيها، ليس من السهل أن يخضع للمراقبة. للأمام هزازي ينقل كرة جميلة على اليمين، القميزي المتقدم يلعب كرة للأمام، هذه بطريقة هدف هزاع على التعاون. سليم إن شاء الله هزاع، سليم هزاع الهزاع، اللاعب الهداف، اللاعب الخلوق هزاع الهزاع على أرضية الملعب. لاعب إمكانيات كبيرة لكنه ما هو محظوظ للأمانة. هزاع الهزاع مع منتخبنا الوطني لما كان دخل في المباريات الودية مع منتخبنا الوطني فقد المنتخب السعودي بسبب الإصابة. شوف هذه الكرة، شوف التدخل، شوف هزاع الهزاع، هو حاول أن يتلافى حارس المرمى لكنه أصيب من خلال شوف مع حارس المرمى. نعم، قدم حارس المرمى
شوف هذا التدخل. نعم ما هي مقصودة. سليم إن شاء الله. هزاع يتلقى العلاج إلى خارج أرضية الملعب. اصطدت في سليمان دوكارا وعدت إلى خارج أرضية الملعب. في فريق الاتفاق، هل يحتاج فريق الاتفاق وبعض الفرق يعني شوف الجماهير هذه التحية إلى عودة هزاع، لاعب مهم ورقة مهمة جدا هزاع الهزاع في الاتفاق، وبالتالي كان والله الجماهير يدينها على قلبها على إصابة هزاع الهزاع، لكن عاد مرة ثانية سليم. نايف كريري في الاستلام. نايف يلعب الكرة طويلة على العجمي، طويلة على طارق العجمي، يحاول أسامة حدادي، محاولة المرور من القرني يحيى تغطية عليه سليمان، لمسة جميلة للاتفاق، تسلسل رائع جدا للاتفاق بطريقة جميلة بالكعب. هذه السادسة، السابعة على اليمين، هزاع في الاستلام بالصدر، وسط تحية من الله. الاتفاق يعزف الله يا سلام يا روعة الاتفاق، وجدت الأروع. عبد الرؤوف نتاش يا ولد على هالجملة، برافو 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 برافو. هذا شغل عمل كبير، نقلات، تسلسل منطقي رائع، تحرك من غير كرة، بالكعب، بالتمريرات، باللمسات، بالتسديدات. يا سلام يا سلام، سلم على الاتفاق، يا سلام على روعة الحارس الحقيقة اللي تألق عبد الرؤوف نتاش، اللي أبعد الكرة بكل براعة بالراس. هذا جول ثالث بعيدة، عدت على هذا المدافع، غريب على هالمكان نعم، لكنه سجل من كرة مشابهة لها أمام الشباب. هذه ركلة الزاوية وهذه اللعبة، وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب. شوف لمسة هزاع بالكعب، شوف ترجع له مرة ثانية هزاع من القميزي بعد ما سدد كرة واصطدت وغيرت الاتجاه، خادعت حارس المرمى، لكن بالتوقيت الرائع والمميز للجزائري عبد الرؤوف نتاش. هذه الكرة اللي اصطدت وغيرت اتجاهها وأبعدها حارس المرمى. الجملة فوق كل هذه الكرة كانت جميلة، التسلسل الجميل. نايف كريري في اليمين، يتقدم نادي أحد، الجبل لا زال ثابت، يحاول على اليمين، يحاول نايف كريري، يحاول يراوغ، يحاول يمر، يعدي طالة كورته، أبعدها، تقدم من أمامه إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الاتفاق من آخر مباريتين كان عنده نفس هذه الجمل، نفس التسلسل، نفس الطريقة، نفس التحرك، لا مركزية أحيانا تراها لكنها بمنطقية وبعقلانية وبتحرك ليس عشوائي، وبالتالي شاهدنا حتى الهدف اللي سجله من أمام التعاون بالطريقة والنقلة والتسلسل وتحرك اللي تحرك هزاع اليوم بنفس الطريقة. هزاع يتحرك لكنه لم يسجل حتى هذه اللحظة. العلاوي لعب كرة طويلة، الربيعي في الاستلام يلعب كرة على اليمين، محاولة استلام نعيم السليتي، يحاول فيها نعيم من الأول، يمر، يلعب الكرة للأمام، لا زال فريق الاتفاق يلعب العرضية، لكن عداها المدافع إلى خارج أرضية الملعب، وبالتحديد من نايف كريري. نايف كريري أبعد الكرة. إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية اتفاقية، لا زال هو يسجل الأفضلية، لا زال الاتفاق يسجل الأفضلية في المباراة بشكل عام، ويسجل الأفضلية في التسجيل وتقدمه حتى هذه اللحظة بهدفين مقابل لا شيء. زمان على هذه الكرة والله الاتفاق، زمان عن هذه الكرة ولسنوات، ويقدم حتى الآن كرة جميلة، لكن عشاق الاتفاق، محبين الاتفاق، يقول لك كل هذه المقدمات قد لا يبحثون عنها، يبحثون عن تقدم الاتفاق في المراكز، عن النقاط. هذه كرة بهاء عبد الرحمن اللاعب الأردني يلف ويدور على اليسار، راح هناك على الظهير اليسار، العلاوي عبد العزيز يرجع مرة ثانية لكن بالخطأ من العلاوي، ردت مرة ثانية على اليمين، هزاع عدت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ على ريان صديق،
شوف هذا هزاع والتدخل من ريان صديق والخطأ المحتسب عليه. الخطأ الاتفاقي الآن، خطأ للاتفاق. نعيم السليتي يلعب الكرة العالية وخطأ محتسب على الاتفاق. خطأ محتسب على الاتفاق، خطأ على ربيعي المدافع المتقدم. من أمامه كان محمد الغامدي وخطأ محتسب وراية وتسلل. لا خطأ ما كان تسلل. نعيم السليتي يبدأ يلعب كرة بالخلف. نذكر السادة المشاهدين بعد هذا اللقاء مباشرة الفيصلي والهلال في لقاء أيضا مرتقب. ونذكر أيضا أن غدا إن شاء الله تعالى في الجوهرة المضيئة الجماهير السعودية بالانتظار على السوبر السعودي. السوبر السعودي إن شاء الله في الجوهرة المشعة بإذن الله تعالى غدا السبت إن شاء الله. بطل الدوري وبطل الكأس. الغامدي في الاستلام، من أمامه هزاع، لعب كرة للأمام، العمرية تقدم، يلعب العرضية لكن تخلصت من ستيريا المدافع التونسي. فهد حمد يتقدم، يلعب كرة للأمام، محاولة طارق يلعب الكرة في النص، بهاء لعب الكرة تقدم مرة ثانية. بهاء عبد الرحمن صاحب ال 32 سنة لاعب الخبرة يلعب كرة في النص، محاولة طارق. فهد حمد طويلة من فهد حمد، عدت كرته إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا هو لاعب الخبرة الآخر فهد حمد، لاعب الشباب والنجران والتعاون وصاحب ال 32 سنة. عبد الله الصالح لأن عندنا لاعب اتفاقي كبير جدا مع منتخبنا الوطني السابق، لاعب الاتفاق عبد الله صالح الظهير الرائع، الظهير اللي قدم مستويات كبيرة جدا. والاتفاق قدم لنا سامي الصالح، سامي الجاسم، قدم لنا عبد الله الصالح، عدد من الأسماء اللي قدمها فريق الاتفاق. علي هزازي في الاستلام، سليمان دوكارا حاول يراوغ فقد كورته خطأ على فهد حمد. أسامة حدادي ياخذ كرة إلى نعيم السليتي، نعيم يمر من الأول في خطأ على نايف كريري. حكم المباراة يستدعي نايف كريري يتحدث معاه. الخطأ الاتفاقي ينفذ. هزازي، فيليب كيش، عادت ملامح الاتفاق مع وجود فيليب كيش بالكعب. مرة ثانية عادت تمريرة في العمق، تغطية دفاعية، القرني خلصها. فهد حمد يتقدم لنادي أحد، يلعب كرة للأمام. شوف يعني نادي أحد حتى الآن لم يبني كرة سليمة وصول إلى محمد المطوع المهاجم الوحيد. يعني فهد حمد هو اللاعب صانع اللعب، على اعتبار ان ريان على الطرف وطارق على طرف، بهاء ويحيى القرني يلعبون في محاور الارتكاز. السليتي يتقدم، سليمان مر سليمان، دوكارا يرجع للسليتي، يرجع الى حدادي مره ثانيه بتمريره. علي هزازي محاوله المرور، السليتي يمر، سيطر على كورته ايضا بالكعب. اسامه حدادي، شوف التمريرات، شوف النقلات الاتفاقيه، شوف التمرير 1-2. تقدم الغامدي، تقدم من مكانه، لعب كره على اليسار، حاول ياخذها، يلعب كره في العمق المطوع المتراجع، يلعب كره لفهد حمد، يلعب الكره الطويله لكن شوف التغطيه، ما تعرف من اللي راجع. هذا صالح العمري ابدا، صالح العمري وكانه ظهير في الكره الماضيه، يرجع بطريقه وباسلوب
ينتهجه خالد العطوي المدرب الوطني، المدرب اللي قاد منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا ووصولا إلى كأس العالم، تكون تجربته في دوري المحترفين الأولى وهو يرفع راية التحدي. خالد العطوي المدرب الوطني. نعم ضغوط كبيرة، أي نعم، يعني خلينا نكون واقعيين. الاتفاق هل طموحه أنه يحقق الدوري؟ لا. طموحه مثلا أن يكون ما بين الأربعة، قد يكون على اليسار أسامة العرضية، التغطية الدفاعية من الغامدي إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو محمد الغامدي، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. خالد العطوي يبدأ في تجهيز الأسماء، ويوسف عنبر يبدأ بالبدلاء. صالح العمري يغادر، ومحمد الكويكبي أول الأوراق. محمد العنزي المهاجم الآخر راح يكون بديلا لطارق العجمي. هذا عنده أيضا 5 أهداف. محمد العنزي هذا صاحب رقم 23 راح يكون مساند الآن لمحمد المطوع. السليتي يحاول يعدي، يحاول يمر، يلعب العرضية الطويلة لكن عدت خارج أرضية الملعب. نيخول الفرنسي أحد الأندية اللي لعب لها هذا النجم نعيم السليتي. ركلة المرمى، إذا تغييرين. محمد الغامدي لاعب بديل، محمد الكويكبي لاعب بديل آخر. هذه كورة لأحد، محاولة تسديدة لكنها اصطدت في سيدريك. تسديدة أحدية لكن عادت مرة ثانية. هل ينتشي مع التغيير فريق أحد بعد تغيير طريقته أنه يلعب الآن باللاعب محمد الغامدي اللي نزل؟ هذه اللعبة طويلة بعيدة من نايف كريري، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. فواز الطريس من الأسماء البديلة بعدما عاد مع سعد الشهري مدرب منتخبنا اللي عنده مهمة آسيوية المؤهلة إلى طوكيو إن شاء الله القادمة، أولمبياد طوكيو إن شاء الله، من خلال مجموعة منتخبنا الوطني الأولمبي سوريا وقطر واليابان. علي هزازي، الربيعي سعيد، أسامة حدادي بالخلف، سعيد الربيعي في الاستلام، يلعب الكرة الطويلة ويغير الاتجاه كليا بشكل رائع. يتقدم القميزي لكن طالت عليه بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. العلاوي، عبد العزيز العلاوي في تنفيذ رمية تماس. اللعبة هدفين شوط المباراة الأول. زميلنا المحلل فهد المسعود مع الزميل بدر عثمان توقع أن هدفين في الشوط الثاني كما توقع هدفين في الشوط الأول. نعم سجل الاتفاق هدفين، لكن حتى الآن شوط المباراة الثاني لم يسجل الاتفاق ولم يرد أحد حتى هذه اللحظة. ذكر أن آخر المباريات ما بينهم على فكرة الموسم الماضي لما كان في دوري المحترفين 0-0 على هذا الملعب، وأحد فاز على الاتفاق 2-1 في ملعب المدينة المنورة. كان محمد فوزير لما كان يلعب مع أحد سجل أحد الأهداف، لاعب فريق الرائد الحالي. يلعب كرة سليمان، محاولة التمرير جميلة مع أول كرة للكويك، بيحاول يمر العرضية من الكويك، التغطية ما زالت اتفاقية، ما زال سليمان دوكار حافظ على كرته، يلعب الكرة لكنها بعيدة. حاول يمر جميلة لكنها بعيدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. حاول فيها ريان صديق لكن بعيدة من أمامه. الاتفاق يقول لك جميل أن أنهي هذه المباراة بهذه النتيجة، جميل أيضا أنني لا أخسر أحد اللاعبين بأي بطاقة أو بأي إصابة. على اليمين نعيم السليتي يحاول يلعب الكرة، هياها محاولة داخل منطقة الجزاء، لا زالت اتفاقية لكن سيطر عليها. يبدأ الآن فريق أحد على اليمين، جميل الآن من نايف كريري،
بهاء عبد الرحمن يتقدم يبحث عن لاعب، يلعب كرة في العمق إلى فهد حمد. نايف كريري يتقدم، محاولة الوصول إلى المرمى، تمريرة جميلة للبديل. الغامدي تقدم، عرض الغامدي، من يتابع؟ ما في متابعة، ما في متابعة جميلة عرضها الغامدي، لكن كانت المتابعة لاعبي فريق أحد ما هم متواجدين في منطقة الجزاء. هذه كرة سريعة طويلة، محاولة من هزاع أخذ الكرة هزاع، يتقدم ينتظر هزاع أمام سليمان، غير الفكرة غير الاتجاه، رجع مرة ثانية، لعب كرة لأسامة حدادي، يلعب الكرة هزاع مرة ثانية، لعبة للأمام، سليمان محاولة عرضها، ممكن جول ثالث، لكنها وصلت إلى يد حارس المرمى، إلى يد حارس المرمى. طبعا هذه حتى المباريات هذه للاتفاق مهمة جدا، لأن تزيد عامل الانسجام، تعطي المدرب الوطني خالد العطوي المزيد مثلا من التعرف على بعض الثغرات والأخطاء اللي ممكن يكون هناك فريق مثلا يكون عنده ضغط أكبر، وهذه تتيح مساحة مثلا لأنه يتعود على بعض الطرق اللي يريد تنفيذها من خلال التدريبات. سعيد الربيعي بالخلف، سيدريك يامبيري يتقدم بكورته، يلعب كرة إلى سعيد الربيعي، الربيعي يتقدم أمامه أسامة حدادي، مرر كرة إلى الربيعي مرة ثانية، أسامة حدادي بالخلف، علي هزازي، سيدريك القميزي يتقدم من أمامه الكويكبي، محمد الكويكبي غير الاتجاه، لعب كرة إلى السليتي مر من الأول، لعب كرة لأسامة حدادي، لعبها عرضية، الكويكبي سهلة في يد حارس المرمى عبد الرؤوف ناتاش. عبد الرؤوف ناتاش، شوف التسديدة من الكويكبي لكنها ضعيفة، سهلة، أقرب إلى يد حارس المرمى. سيطرة، استحواذ من الاتفاق على اليمين، محاولة لقميزي مر، ضغط عليه مباشر، يتقدم الآن رياض وخطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على الكويت. عصب الحكم، عصب على الكويت. شوف هذا ريان صديق، وهذا التدخل وهذا الخطأ، خطأ نعم، تدخل من الكويكبي وبطاقة صفراء على محمد الكويكبي. لا صارت بيه، خلاص. يمر الاتفاق حتى هذه اللحظة. فهد حمد، كانت كرة لأحد، محمد الغامدي اللاعب البديل، او محمد العنزي اللاعب البديل، لان محمد الغامدي عندنا لاعب قلب الدفاع اللي يلعب بجانب السديري. هذه كرة طويلة، السليتي يمرر كرة لفيليب كيش، يلعب كرة الى محمد الكويكبي اللي يتقدم يغير الاتجاه، يلعب كرة سريعة جميلة، تقدم القميزي بنفس طريقة الجول الأول، جول ثاني، اوه شالها حارس المرمى، تألق حارس المرمى الجزائري، محاولة للتسديد، يتألق مرة ثانية، برافو والله حارس المرمى عبد الرؤوف ناتاش شال كرتين صعبة جدا من أمام مهاجم فريق الاتفاق، كرتين تألق معاها عبد الرؤوف ناتاش، برافو الحارس الجزائري، الحارس الرائع جدا في الكرتين اللي تألق وشال كرتين صعبة جدا، وهذه الثالثة مرت عدت من حارس المرمى، ولا زال الاتفاق يضغط والبحث عن جول ثالث. سليتي لعب كرة، أسامة حدادي عرضية، جول، يا سلام يا هزاع، يا سلام على الهدوء، يا سلام يا هزاع، تستقبل الكرات بالصدر بهذا الهدوء، بهذه الأناقة، بهذه الثقة.
كما استقبلك جمهور الاتفاق مع العودة برحابة الصدر الكبيرة وبالتشجيع، ها أنت في هذه المباراة بالصدر كأنك تستقبل شيء ما يأتيك في المستقبل يا هزاع، بعد كورة وتمريرة من السليتي إلى أسامة حدادي إلى مرة ثانية إلى صدر اللاعب المتألق هزاع الهزاع. علاقتك بالشباك لا زالت موجودة، لا زالت الحساسية مرة أخرى بعد الإصابة، هذه مرة مرت على الصدر بهدوء رائع جدا. حارس المرمى يقول أنا سويت المستحيل عشان أبعد كرتين، لكن الآن كيتا اللاعب القادم بديل للمطوع، واللاعب القادم الجديد المسجل في كوشيفات كيتا يحل بديلا لمحمد المطوع. ثلاثة الاتفاق. الجماهير الاتفاقية تتفاعل مع الجول الاتفاقي الثالث. علي هزازي، الاتفاق 3، لعب كرة للأمام، محاولة اتفاقية، محاولة مرة الكويكبي، مر تسديدة، الله الله الله، من كوكب آخر محمد الكويكبي. هذه طريقة أهدافه، هذه تسديداته، هدف رائع الأروع بعد كل مرة. هزاع أتت الغيرة لمحمد الكويكبي، قال أنا جاهز، أنا حاضر. الرباعية تحضر هنا في ملعب الدمام. يأتي الكويكبي بقذيفة قوية رائعة، شوف المرور، شوف النقلة، شوف المرور الرائع الأنيق من اللاعب الأنيق، شوف التسديدة القوية اللي سكنت الشباك. 4 الاتفاق، هدفين في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. 4 اتفاقية، ليلة رباعية اتفاقية تهز الشباك في كل مرة بالثابتة من الجزاء، بالمتحركة، بصدر هزاع وبقذيفة الكويكبي. 4 الاتفاق يعبر من خلالها إلى دور الثمانية ليقابل من بعد ذلك؟ الفيصلي أو الهلال. 4 الاتفاق، لا شيء فريق أحد. السليتي وما زلنا نلعب في الدقيقة 72 من عمر المباراة، والاتفاق يفرض إيقاعه بالطول وبالعرض على ملعب الدمام، يعزف أجمل الأنغام بأهداف فيليب كيش والسليتي وهزاع. لا ننسى وقوف الصدر الهادئ الذي استقبل الجماهير بصدره في هذه المباراة، كما كانت تغريدته الأخيرة يقول بأننا عائدون، بأننا عازمون، بأننا عاشقون للاتفاق. ها هو بصدره يستقبل كرة رائعة هزاع، وأتى الآخر من الكوكب الآخر محمد الكويكبي الذي لعب كرة كانت جميلة، سجل من خلال. هل يكون رد من أحد؟ هل يكون مرور تسديدة؟ لكنها بعيدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. 4 الاتفاق، لا شيء أحد. دور 16 كأس خادم الحرمين، أغلى البطولات وأثمن البطولات. الموسم الماضي التعاون كان هو البطل. شاهدوا الآن الكويكبي ماذا يفعل. شوف الرغبة والقوة للعبها بكل قوة. المرور كان أنيق، لكن التسديدة لا تحتاج إلى أناقة، بينما تحتاج تحية هذا الصغير ودعوات عبد الله صالح وسجدة هذا المدرب الذي في كل مرة يثبت بأنه حاضر وأنه قابل. سموه هو المدرب المحارب ما بين المدربين الآن في هذا الموسم، خالد العطوي. 4 الاتفاق، لا شيء أحد. سليمان دوكارا يتقدم، يمر، ضرب اتفاقي في المدرجات وفن اتفاقي في أرضية الملعب. زمانيا اتفاق، لعبة للأمام، تمريرة، لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. اليوم بالمناسبة تحضر شوف الجماهير الاتفاقية، وفد حاضر في مباراة اليوم من القنصلية الأمريكية في الظهران، اللي موجودة في الظهران طبعا،
تحضر في مباراة اليوم لمتابعة الاتفاق، فهي تعشق الاتفاق في أغلب المباريات. تحضر القنصلية الأمريكية اللي موجودة في الظهران هنا لمتابعة الاتفاق. فيليب كيش يلعب كرة لكنها طالت، عدت سليمان يلعب الكرة، تحرك القميزي، عرض القميزي، عرض لكن تغطية من السديري إلى خارج أرضية الملعب. الرئيس خالد الدبل، وهنا السديري المدافع. شوف هذه الكرة وتدخل السديري المدافع التونسي، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. محمد الكويكبي، ركلة الزاوية، اللعبة كيش هياها الصليتي، طالت من امامه، هجمه مرتده لاحد، مر من الاول بشكل رائع وجميل، مر لعب الكره في الاستلام، اللاعب البديل اللي تقدم محمد العنزي راح الى العمق، لعب كره الان للامام، بهاء عبد الرحمن يتقدم الان، هذا كيتا اللاعب البديل يتقدم، تسديده بعيده عدت الى خارج ارضيه الملعب والى ركله مرمى. هذا محمد كيتا، الأوراق المسجلة في كشوفات أحد، وهذه أول مباراة يلعبها بديل لمحمد المطوع اللي غادر أرضية الملعب. الاتفاق يسير في الطريق الصحيح، والتصحيح المسار يحتاج إلى نقاط على الحروف توضع في الأيام القادمة، لأن أمامه مهمة موجودة أيضا أمام ضمك في الجولة القادمة رقم 14 راح يلعبها في المحالة. ضمك هو متذيل الترتيب ومتذيل الدوري ب7 نقاط. للأمام، جول جول جول، نعم، خمسة للاتفاق، 5 والصليتي يوقع بالخمسة ويبصم بالخمسة ويضع الخمسة على الخمسة خالد الدبل ويصفق بتحية، وكالعادة السجدة الخامسة لخالد العطوي مدرب فريق الاتفاق، 5 يسجلها فريق الاتفاق ويبصم بالخمسة على تأهله مباشرة. شوف الكويكبي نقل كرة، شوف الخطأ من السديري، عدت من حارس المرمى ولكن ما عداها أبدا السليتي الذي قدم مستوى رائع أمام التعاون، يريد أن يثبت بالهدفين اليوم بأنه قادم وبقوة، وأنه القيمة الذي جاء بها والقامة التي أتى بها نعيم السليتي، بأنه يقول للاتفاقيين أنا جاهز. 5 وتحية من صاحب الرقم 5 لنعيم السليتي اللاعب التونسي لاعب تيخون الفرنسي السابق، يلعب كرة للأمام وعدت الخط. 5 للاتفاق، هدفين السليتي، هدف كيش من نقطة جزاء، هدف الكويكبي، وهدف هزاع. للأمام فهد حمد يتقدم، يلعب كرة للأمام، محاولة للبديل، محمد العنزي مر من الأول، طالت على العنزي، عدت إلى خارج أرضية الملعب. تبديل اتفاقي، فيليب كيش راح يغادر، هشام الفرحة. هذه فرصة خالد العطوي يجرب بعض الأسماء البديلة ويعطيها فرصة. توقعت أن ينزل هذا اللاعب هزاع. الهزاع هو القائد، والمخرج يقول أن فيليب كيش هو أول من بدأ حكاية الأهداف الخمسة في مباراة اليوم. هذا اللاعب السلوفاكي على الدقيقة 77 يغادر. هشام الفرحان لاعب شاب، لاعب صغير، ياخذ فرصته. يوسف عنبر ومساعدة في الحديث. نعم، ما هو راضي، نعم ما هو راضي، على أقل تقدير أن النتيجة ثقيلة تؤثر نفسيا، مهما يكن ستؤثر. نعم هو خروج لكن أحد في مباراة اليوم لم يقدم، بينما الاتفاق فرض إيقاعه الكامل عبر شوطي المباراة، وحتى الدقيقة 77 من عمر المباراة وهو يتقدم ب5 قابلة للزيادة. يتقدم الآن سليمان بالتمريرة السادس الاتفاقي. 6 للاتفاق. الاتفاق يضرب بالستة. الكويكبي عندما نزل الرعب على الفريق الأحدي في كل مرة. الكويكبي يشارك، يسجل، يناقش في أرضية الملعب، يحاور كل الزوايا ويصل إلى الهدف السادس للاتفاق. 6 للاتفاق. نعم نتيجة ثقيلة كبيرة على أحد،
لكنها مستحقة للفريق الاتفاقي. شوف النقلة، بدأها الكويكبي، هو راح نفسه الكويكبي، راح مشى لعب الكرة من على حارس المرمى وسجل الكويكبي بحركة وبأناقة بعد تمريرة من سليمان ذكارة. خذوا هات، لعبها الآن في المرمى. 6 للاتفاق، 6 للاتفاق مقابل لا شيء لأحد. يعبر لملاقاة من؟ الفيصلي أو الهلال. لن تكون في الدمام. المباراة القادمة ستكون إما في المجمعة أو في الرياض. الكبار والصغار عادت إليهم الابتسامة، فوز بعد فوز. الاتفاق معنى ذلك أن حتى العامل النفسي بعد ذلك سيكون عامل إيجابي للفريق، لأنه الدافع المعنوي، لأن الخسارة تحبط كثير اللاعبين، المدرب، الإدارة، لكن بعد ذلك هذا الانتصار الذي يحققه سيعطيها الدافع الكبير. أحمد صالح، أحمد محمد صالح اللاعب البديل اللي راح ينزل، البديل ليوسف عنبر. نعم، نتيجة قاسية للأمام، محاولة ووصلت إلى عبد الله صالح. تمريرة من أسامة، هشام الفرحان مع أول لمسة، مع أول كرة. أسماء تنزل لأول مرة. هشام الفرحان، عبد الله الصالح حارس المرمى، تشارك لأول مرة مع الفريق الاتفاقي في هذا الموسم. عادت سليمان، يلعب كرة إلى هزازي، هزازي سعيد الربيعي، الربيعي على اليمين للاتفاق، يرجع بكرته. الاتفاق ضرب بقوة لكن أخذ المباراة على هدوء، هدوء تام. يتقدم سليمان ما بين الأول، يحاول يمر كيتا، مر محمد كيتا، لا تغطية عليه. أوه، الربيعي مر من الأول، جميل من الأول، محاولة مرور، محاولة الهزاع، تغطية عليه. حكم المباراة يحتسب خطأ. الحديث الجميل اللي كان للرئيس خالد الدبر رئيس نادي الاتفاق في برنامج الدوري مع وليد، كان حديث يقول انتظروا، يعني أنتم تعطونا الأحكام ونحن ما لعبنا إلا 11 مباراة أو 12 مباراة، لا زال الدوري طويل، لا زلنا في المسابقة. يخرج الآن ريان صديق، وأحمد صالح هو من سجل الهدف اللي فاز فيه على الطائي في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضايع. هذا هو أحمد محمد صالح، بديل لريان صديق اللي غادر أرضية الملعب. نعم، أحد يفكر تفكير كبير جدا. هكذا إداري الفريق بدر العياضي يقول أن احنا تفكيرنا يكون منصب على الدوري بشكل أكبر، ولا يعني ذلك أننا سندخل هذه المباراة، لا، سندخلها بجدية. لكن الاتفاق اليوم وجد أحد فريق الاتفاق فريق متجانس، فريق يلعب كأنه تشعر أنه اسم لاعب واحد يلعب ب11 داخل أرضية الملعب. اللعبات العنزي، ضغط عليه أسامة حدادي، محاولة، خطأ في الكرة، محاولة، جول أول، جول أول، جول أول. نعم أخطأ أسامة حدادي. حتى مع الفوز الاتفاقي يبدو أن هذه النقطة مزعجة للاتفاقيين. البديل محمد العنزي يسجل هدف شرفي في هذه المباراة. 6-1 محمد العنزي بعد ما كان خطأ من أسامة حدادي. أنا أقول شوية أسامة حدادي نقصوا عليك شوية، أنت لاعب دولي، لاعب كبير جدا، يعني تقدم عطاء على مستوى كبير، لكن كثير من هذه الهفوات، شوف الهفوة هذه من أمام أسامة حدادي اللاعب التونسي، اللاعب الكبير، لاعب ديخون الفرنسي. شوف محمد العنزي اللاعب الشاب، خطف الكرة ولعبها ما بين القدمين من عبد الله صالح، معلن أول أهداف المباراة لأحد. 6-1. نعم 6-1. لم تحرك شيء في يوسف عنبر أبدا، هذا الجول لم يحرك شيء أبدا في يوسف عنبر. 6-1 إلى خارج أرضية الملعب. 6 دقائق أخيرة على النهاية.
6 دقائق أخيرا. اللاعب البديل محمد العنزي سجل هدف وبخطأ من أسامة حدادي. هذا الموسم أسامة حدادي كان عنده هذه محاولة اتفاقية بالكعب، محاولة جول سابع، لكن تغطية دفاعية. في أخطاء كبيرة جدا في دفاع. أوه، خطأ. يكون هذا الوضع يكون قلق للمدرب يوسف عنبر. سيلعب مع النجوم في القادم، سيلعب في المدينة المنورة. أحمد محمد صالح فقد كورته. الربيعي ياخذ كرة على اليمين. 5 دقائق على النهاية. 6 الاتفاق يطير بها إلى دور الثمانية، وفي الانتظار على من يقابل. خطأ اتفاقي في وسط الملعب. التغيير الاتفاقي سيدرك يامبيري. شوف الخيبري، شوف قاعد يجهز بعض الأسماء. علي الخيبري اللي لعب الموسم الماضي مع الاتفاق. علي الخيبري يعطي خالد العطوي حساسية الكرة حتى ما تبقى من هذا الوقت. هزازي أسامة يقول لخيبري أيضا أنت تشاركنا. لعب كرة على اليمين. علي خيبري يتقدم سعيد الربيعي على اليمين. اتفاقية يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. التغطية الدفاعية أتت من محمد الغامدي. العلاوي، فهد حمد، بهاء القرني لعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. المحبين الاتفاقيين في الدمام لا حديث يعلو على صوت الاتفاق. هذا الاتفاق العاشر يأمل أن يعيش كما عاش الأمجاد السابقة. يأمل أن يرى البطولات الاتفاقية الذي غابت طويلا عن الاتفاق. عام 87 غابت بطولة الدوري بعد عام 1987. 2008 يعني البطولات اللي آخرها حققها في الخليجية على هذا الملعب. 2007 نعيم السليتي يراوغ، حاول يمر، حاول يعدي في صفارة وخطأ على نعيم السليتي. 87 دقيقة على النهاية. الاتفاق يطير ب6 أهداف. 6 أهداف. نعيم السليتي هدفين. فيليب كيش اللي غادر الكويكبي وهزاع. تمريرة خذوا هات. محاولة هزاع يحاول يمر، ضغط عليه على اليمين. نعيم يمرر نكارة على اليمين، يحاول يمر، تغطية على السليتي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. هذا المدافع محمد الغامدي اللي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. لعبة ركلة الزاوية، المحاولة الاتفاقية، اللعبة بالراس. 7 الاتفاق، 7 الاتفاق، 7 الاتفاق بالراس، وهدف من المدافع الربيعي، وهدف سابع للاتفاق. 7 الاتفاق. الاتفاق يتسلطن في مباراة اليوم، وخلاص الاتفاق وكأنه يقول لا للخسائر، لا للنتائج، لا للتراجع. خلاص بكل معزوفة الاتفاقيين. لعب كرة بالراس الربيعي بعد ما عرض كرة السليتي، لعبها الربيعي بالراس، أحرز من خلالها الهدف السابع. الهدف السابع. 7
اتفاقية. ما في متابعة معاه، الربيعي وضعها بكل هدوء، سجل من خلالها الهدف السابع، ومعها فرحة الجماهير الاتفاقية. 7-1. 7 الاتفاق. يقدم الاتفاق مستويات كبيرة، ليست من هذه المباراة أحبتي الكرام حتى من المباريات الماضية. على اليسار العلاوي، عبد العزيز يتقدم، يحاول يمر، طالت كورته، سعيد الربيعي، محاولة من بهاء عبد الرحمن، بهاء للخلف، كيتا يلعب الكرة على اليمين، هذه طويلة بعيدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. 7 أهداف اتفاقية، نعم مزعجة للمدرب الوطني يوسف عنبر والجماهير الاتفاقية. يا زمن. يعني الاتفاق بهذا الأداء في المباريات الماضية وهذه المباراة وكأنه يقول دعوة من جديد إلى الجماهير التي المفترض لا تحتاج إلى دعوة. خلاص راح العتب شوية، الجماهير الاتفاقية تحتاج أن تعود إلى المدرجات لمساندة فريقها الكوماندوز الاتفاقي الذي ضرب ب7 أهداف في مباراة اليوم. دقيقتين على النهاية. مبروك للاتفاق نقولها مقدما، مبروك لرئيسه خالد الدبل ولمدربه خالد العطوي. هذه كرة للأمام، سليمان يحاول يمر، التغطية الدفاعية من السديري، حسام السديري اللاعب التونسي، أحمد محمد صالح لعب كرة، العلاوي لعب كرة، حسام أو هشام الفرحان بالكعب من هشام بلمسة جميلة. أيضا يقول أثبت تواجدي حتى من خلال الدقائق هذه لمدربي خالد العطوي اللي أعطاني فرصة حتى ممكن يكون في المباريات القادمة لي حضور مع الفريق الاتفاقي. نتاش لعب الكرة الطويلة لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. عدت الخيبري إلى الربيعي، دقيقة أخيرة أحبتنا الكرام على النهاية. مبروك للاتفاق ولكل أنصاره وعشاقه وكل محبيه، حتى من لم يكن على المدرجات اليوم. من يتابع الأيام القادمة الفريق الاتفاقي بحاجة إلى مساندة جماهيره حتى يعطي الأفضلية من خلال الأداء في أرضية الملعب. رمية تماس وقد تكون الأخيرة، رمية التماس عادت بالخلف، سعيد يلعب كرة للأمام. الاتفاق استحق النتيجة، وعطفا على هذا الأداء وما قدم في مباراة اليوم وبالتكتيك العالي اللي عمله أيضا والاحترام لفريق أحد فوق كل ذلك من خالد العطوي، أعلن حكم المباراة المجري نهاية هذه المباراة. مبروك للاتفاق 7 أهداف، نعم نتيجة ثقيلة لكن استحقها فريق الاتفاق على هذا الأداء وعلى هذا العطاء. مبروك لخالد الدبل ولخالد العطوي مدربه الوطني وللاعبي ولجماهير فريق